مقولات جيف بيزوس اللي هو من انجح الشخصيات في العالم: لو مش قادرين تتحملوا النقد فما تعملوش اي حاجه جديده ولا اي حاجه مثيره للجدل. واحنا بنحاول نوصل لهدفنا او حلمنا في شوية حاجات كده بتوقفنا، هتكلم فيهم النهاردة وهديكوا أمثلة وهقول لكم كمان إزاي إن احنا نقدر نتغلب عليهم، عشان أنا مش عايزة أي حاجة توقفكوا ولا توقفني أنا كمان. أول خطوة بنفكر في الناس هتقول علينا إيه أو هتشوفنا إزاي لما نعمل الحاجة دي. المثال بتاعنا على الكلام ده هو إيلون ماسك، عنده شركات كتير بمليارات الدولارات وكلها شركات ناجحة، بس إيلون ماسك لحد النهاردة لما نجح لسه برضو بيتقال عليه كلام مش حلو. وطبعا هو مش هيقعد يضيع وقته في ان هو يرد على كل حد، فهو ببساطة قال في مرة بصراحة انه انا ما بهتمش لرأي الناس، انا مش فارق معايا انتوا شايفيني ازاي ولا انتوا رأيكم فيا ايه. ما بياخدش الفاليو بتاعته او القيمة بتاعته من اراء الناس اللي حواليه.